السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء. يا رب تكونوا جميعا بخير. أنا طبعا بعتذر عن التأخير في البث، ولكن أنا عارف إن جمهوري طبعا بيبقى حريص كل حرص على كل شيء إحنا بنقدمه، وكل شيء إحنا بنتكلم فيه، وكل شيء إحنا إن شاء الله بإذن الله يكون في الصالح العام وكل الناس تستفيد منه، خاصة في ظل معركة الوعي والظروف اللي احنا طبعا عايشين فيها دلوقتي. هي ظروف اقتصادية بتمر بيها البلاد كلها، وطبعا الامر ده طبعا منعكس على دخل البيت المصري ودخل البيت في الاسرة العربية. طبعا سلام الله عليكم جميعا اصدقائي الاعزاء، وهبدأ مع حضراتكم النهارده. طبعا هدخل مع حضراتكم في الموضوع، واتمنى من حضراتكم الناس اللي بتتابعني بما فيهم خالتي فوزيه طبعا اللي بتتابعنا، والناس البسيطه، الناس اللي مننا، الناس اللي بيكافحوا وبيشقوا عشان خاطر يامنوا المستقبل ويامنوا مستقبل ولادهم. قبل ما ابدا بحب اطمن ست الكل، ما تقلقيش يا امي، ما تقلقيش. انا اللي بقول الكلام ده كراجل اقتصاد، كراجل اقتصاد لست عفوا مطبلا او مهللا، لا، كراجل اقتصاد. كراجل اقتصاد شاهد على ازمات اقتصاديه بتمر فبتعدي، بصرف النظر عن الظروف اللي موجوده والدنيا اللي موجوده والاسلوب اللي بيتدار به الاقتصاد او الامور يا امي بتعدي. فانت يا امي خلي الامور كده على ربنا، وقول يا رب كده، وادعي لاولادك كده، وادعي للبيت بالبركه كده، وربنا يوسع عليكم جميعا ان شاء الله باذن الله. فمش عايز الناس تقلق ان شاء الله باذن الله، لان كانت اصعب ازمه اقتصاديه حديثه مرت علينا كانت ازمه 2018 2020، ازمه كورونا. وده الكلام ده عشان انا هبقى افنده بعدين، ومرت بكل تفاصيلها وبالتجارب بتاعتها وبالكلام ده. فاللي احنا فيه دلوقتي ده ان شاء الله باذن الله هنقول دلوقتي وهنفند كل حاجه. وقبل ما ابدا اتكلم، يهمني جدا اخواتنا الاقتصاديين يسمعوني كويس جدا، عشان الكلام اللي انا هقوله ده من المحتمل او من المتوقع ان احنا هنشوفه بكره على الجرايد العالميه والتلفزيونات العالميه، هنشوف كل الكلام ده. ليه؟ عشان الكلام اللي احنا بنقوله ده هو ده اللي في دايره رسم ملامح الامور اللي جايه بعد كده ان شاء الله باذن الله. خش على طول في الموضوع. النهارده الخطاب المهم جدا جدا واللي كان منتظره كل الاقتصاديين على مستوى العالم، منهم الاقتصاديين المقتنعين بسياسه البنك الفيدرالي الامريكي، ومنهم الاقتصاديين اللي هم شايفين ان في تمثيليه بتحصل، ومنهم الاقتصاديين اللي مصدقين نفسهم، ومنهم الاقتصاديين الطيبين الغلابه اللي لا ليهم ولا عليهم، قاعدين متابعين القصه كده وخلاص. ينطبق هذا الكلام على الانسان على مستوى الكوكب. خلاص؟ طيب. ابدا بس مع خالتي فوزيه ست الكل اللي بتتابعني. معلش يا امي، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، عشان بس عايز اوضح حاجه كده صغيره لحضرتك وللناس المتخصصه، عشان الكلام اللي انا هقوله ده هو ده اللي هيجي في القصه اللي جايه بعد كده. طيب، احنا عندنا دايما في ظل اداره الازمات، وفي ظل الازمات العالميه، وفي ظل المشاكل اللي بتحصل دي كده كلها، وفي ظل الاقتصاد، وفي ظل الدنيا اللي بتحصل عموما في الحياه، في عندنا الاموال بتدار بحاجتين: اداره مباشره. يعني ايه يا امي اداره مباشره؟ يعني انا معايا الفلوس بتاعتي يا امي، بروح باخد الفلوس بتاعتي، اروح اخد المرتب بتاعي بوجهه يا اما انفاق، جزء للانفاق، يا اما بدخره، يا اما بستثمره. ركزي بس معايا كده يا امي، عشان الكلام ده كلام مهم عشان اخواتنا الاقتصاديين. هدخل عليهم دخله سريعه وارجع تاني لخالتي فوزيه. فانا دلوقتي بكلم خالتي فوزيه. حلو قوي. طيب، في الدايره بتاعت الانفاق دي يا امي، ان احنا بنصرف على الاكل والشرب والكلام اللي احنا عارفينه ده. حلو. في دايره الادخار، يا اما بحط فلوس يا امي في حصاله، يا اما بحطها في بنك. خلاص كده؟
يعني في دايره الادخار كده دي تبقى كده، بتبقى بالمنظر ده البسيط جدا. ليه؟ عايز اجوز الواد، عايز احط الحاجه كده، عايز احط يعني عايز اعمل اغير البيت، اشتري عربيه، اغير القصه، بس بيضاف ليهم حاجه عامل مساعد ما بين الادخار والانفاق، اللي هي ايه يا امي؟ اللي هي حاجه كده بتحفظ قيمه الفلوس، اللي هي الذهب. خلاص؟ يعني دي حته كده هنركنها كده على جنب. حلو قوي. في ايه تاني بيدخل في القصه؟ الاستثمار. الاستثمار ده يا امي بياخد شقين، ركزي بقى معايا يا امي في اللي جاي ده، عشان انا يهمني خالته ام احمد تبقى فاهمه ايه اللي بيدار. لو انت فهمت القصه العالميه هتبقى قاعده في البيت والله هتبقي خبيره اقتصاد قد الدنيا، تعرفي الدنيا بتاعتك رايحه فين وجايه منين، عشان اللي انا بقوله ده هيبقى على مستوى العالم وينعكس على اللي في جيب حضرتك في البوك بتاع حضرتك. حلو. فاللي بيدار بقى في القصه بتاعت الاستثمار دي بتنشق الى حاجتين بقى يا امي. ايه هما؟ يا اما بحط فلوسي، ركزي بقى معايا في الحته دي، في تشغيل فلوس، يا اما بحطها في شركات، يا اما باسس مشروع، يا اما بعمل خطوه اجيب بيها فلوس، يعني بعمل شركه، اعمل مشروع، اعمل اي حاجه. حلو. يا اما ده في الوضع الطبيعي، في الوضع اللي ما فيهوش مشاكل خالص. يا اما ادخل في حاجه اسمها المخاطر او المخاطره. حلو. يعني ايه المخاطره؟ يا اما باخد الفلوس دي، يا اما بحطها في دولار، حلو، وذهب، حلو، يا اما بحطها في دايره اذونات خزانه، حلو. هقول الكلام ده هبسطه. ده بنسميها كده دايره، او بحطها في بنك برضو، حلو، دايره الاستثمار المغلق او اداره الاموال عموما. حلو. او ان بدخل بيها في البورصه، ودي ليها شروط وليها حاجات كده بيبقى لها قصه وقصص. طيب الاقتصاد العالمي بقى بنفس الكلام بتاع خالته ام احمد بيدار بيه الدول بقى الكبيره دي. فاحنا عندنا باختصار سريع جدا امريكا بتدور اصولها من خلال اصول تقليديه وغير الاصول الخطره. الاصول الخطره دي زي ايه يا امي؟ زي الحاجات اللي مش رسميه، زي الحاجات اللي ما بتدخلش وتسمع في الاقتصاد بتاع الدوله عندهم. خلي بالك بقول الكلام ده ليه مدلول قدام خطير جدا. طيب ايه هي الاصول الخطره؟ في حاجه اسمها عمله افتراضيه، اشتغاله عالميه بترزق بيها ناس كتيره جدا على مستوى العالم، اسمها البيتكوين. اسمها البيتكوين، لم يعترف بها حتى الان من البنك الدولي، الورلد بانك مش معترف بها. في ايه تاني عندك؟ في اسهم حره، ودي هبقى اتكلم عليها بعدين. طيب ايه بقى الاصول الرسميه؟ حاجه اسمها مؤشرات التداول اللي معروفه، اللي ايه هي ايه يا امي؟ مؤشر حاجه اسمه كده، اسمعوا بس المصطلحات دي عشان مع الوقت انتوا هتبقوا لبلبه فيها. زي مؤشر الداو جونز الصناعي، والناسداك، وستاندرد اند يوزر 500، ومؤشرات تانية كده بتتقال. انا بقول الكلام ده انا عارف انه مكلكع، بس هيبقى بسيط جدا قدام. حلو قوي. ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل في اللي انا قلته ده؟ لما بيخفض سعر الفايده بتحصل اللي انا هقوله ده بالظبط. ما بيخفض سعر الفايده بيبقى في علاقه عكسيه، يعني علاقه حاجه عكس حاجه، ما بين الفلوس اللي في ايد الناس وما بين الاتجاه بتاع الفايده، وما بين بقى توزيعه الاتجاهات اللي انا هقولها دلوقتي. اول ما بيخفض، نيجي كده ناخدها من اول رفع سعر الفايده. لو رفع سعر الفايده بيرفع ليه؟ بيرفع ليه؟ عشان في تضخم، في اسعار مرتفعه، السيوله اللي موجوده بتلعب في قصص تانية بره الدايره بتاعت البنك، فعايز يجمع السيوله دي، فيعمل ايه؟ فيرفع سعر الفايده، فالناس تجري تحط الفلوس بتاعتها حضرتك، تاخد يبقى قيمه الدولار تحطها في البنك، فقيمه الدولار بتاعته تعلى. حلو. ايه اللي بيحصل؟ الناس بتهرب
من حاجه اسمها الاصول الخطره اللي انا قلتها دي، اللي هي البيتكوين والحاجات التانيه. كان كده عن الاقتصاد العالمي عشان هنشوف هيأثر علينا دلوقتي في البيت ازاي في مصر. ماشي. طيب ايه بقى اللي بيحصل في الفيلم ده؟ لما بيرفع سعر الفايده كل الفلوس اللي هربانه بره دايره الدولار، تمام، بترجع تتلم في الدولار. خلاص كده ترجع في الدولار. وكل لما يخفض سعر الفايده الناس تهرب من الدولار وتروح تدور على مصلحتها في حاجه تانيه. الحاجه دي قد تكون ذهب او اصول خطره اللي انا قلتها دي، او اصول تقليديه. شفتوا بقى الحدوته اللي انا بقولها؟ ده اللي يهمني، رفع الوعي بتاعكم. حلو قوي. ايه اللي حصل؟ الحاج جيروم باول بقاله فتره الراجل ماشي صح. انا بقول اهو، انا كراجل اقتصاد بقول ان الراجل ده كان ماشي صح، ماشي كويس جدا، بيتبع امور ضبط والقصه والحكايه وفقا لرفع سياسه رفع سعر الفايده الى حد معين المفروض بيوصل عنده. بعد لما بيوصل عنده ما زاد عنه بيتقلب ضده. حلو. عندنا في المتبع ان البنوك بتسيطر على التضخم من خلال رفع سعر الفايده. طب ده بيرفع منين؟ لما الاسعار الداخليه عم الحاج جلال وعم الحاج حسين والحاج فوزي والحاج ام جلال والحاج عصام رفعوا الاسعار بتاعتهم، حصلت ازمه، ثوره، حصلت امراض، حصلت اوبئه، بركان، مشاكل حصلت، الناس بتجري تخاف ترفع الاسعار زي ما حصل في 25 يناير وحصلت في اي يعني في الاوقات بتاعت الايه المشاكل والقلق السياسي اللي بيتم. ايه السلوك اللي بيتاخده الناس؟ تروح ترفع الاسعار. طيب الحاله دي ينفع ان بنك يسيطر عليها؟ ينفع بالثلث. يعمل ايه؟ يرفع سعر الفايده فالناس تروح تلم الفلوس بتاعت تجري بيها على البنك تحط، خلص الكلام على كده. طيب ايه اللي بيحصل بقى لو الموضوع ده مش تحت اطار وسيطره الدوله؟ بيحصل في حاله لما يكون التضخم ده مش تحت ايد سيطره الدوله. زي ايه؟ زي التضخم المستورد اللي انا بناهد وبتكلم فيه ده. في عندنا تضخم محلي وتضخم مستورد. المحلي زي اللي حصل من شويه اللي انا لسه قايله. المستورد اللي هو جاي لك من بره، حضرتك بتاخدي ابره الخياطه بتستورديها من الهند، حضرتك لو ابره الخياطه رفعت هناك في الهند $1 هترفع عند حضرتك هنا بنفس النسبه اللي رفعت هناك، لان انت مستورده الابره بتاعت الهند. عشان كده بقول دايما الانتاج هو الحل. الغي الفقر اللي جاي من ورا هتتعدل الدنيا. جميل. طيب ايه اللي بيحصل بقى في الحته يعني الفنيه دي تحديدا، او الحته اللي بتحصل لما بيكون التضخم مستورد؟ ده بيجي من ايه؟ حاجه خارج اطار الدوله، حاجه مش تحت سيطره الدوله، حاجه مش تحت سيطره الحاج جيروم باول ولا الراجل بتاع امريكا ولا لا، ده في حروب ما بين دولتين على مناطق حيويه بتعدي فيها الملاحه، تمام؟ فبتعلي سعر النولون وسعر التغطيه الامنيه وسعر كل حاجه، مع دخول بقى مشاكل توريدات، جايين داخلين على شتاء وداخلين على غاز وطاقه وحاجات كتيره جدا. طب ده بيرفع السعر بتاع الكلام ده، فبالتالي صعب جدا ان انا اجي في يوم وليله اقول ان الدنيا استقرت بالنسبه للاقتصاد. لما بحس ان الدنيا استقرت يا امي بتخلص من سياسه رفع سعر الفايده دي وابدا اخفض سعر الفايده. ليه؟ عشان انا كان حالي واقف. الشركات اللي كانت بتنتج بدات ترمي فلوسها في الدولار، بدات تحط فلوسها في اذونات خزانه جوه البنوك عشان تجيب فوائد وتجيب فلوس اكتر، بدل ما هو عمال يحرق بنزين في المصنع والشركات والكلام ده. دي كده قصه بتوقف الحياه. بيعقبها ايه؟ تسريح عماله. ما هو خفض الانتاج والسعر عالي، فزي اللي بيحصل دلوقتي. حلو. يبقى انا ما اجيش كده مني لنفسي كمحافظ بنك مركزي اقول انا بلوي دراع التضخم المستورد وان الحياه بتاعتي بقت فل عندي. الكلام ده انا مش داخل دماغي كراجل. انا كمواطن
بسيط جدا في هذا الكوكب، في هذا الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده. الكلام ده بالفكر الاقتصادي مش داخل دماغي. فالطبيعي ان الحاج جيروم باول جاي هو كان ماشي عادي وخبط مع الجماعه اصحاب الشركات واصحاب الكلام، قالوا له يا عم خفض سعر الفايده دوت عشان احنا ناخد فلوس ونبدا نشتغل وناخد ونسرق شويه بموجب الفوائد المخفضه من البنوك ونبدا نشوف حياتنا. ما هو ده لوبي، وجاي في وقت في مشاكل سياسيه عنده هناك، دايره انتخابات. ايه اللي يحصل؟ حاضر، يبدا يرمي ارقام وهميه. انا اللي بقول الكلام ده وانا مسؤول يعني الكلام ده يعني ليه بقول كده؟ لان يعني انا مش عايز اقول حاجه عشان ما تفهمش غلط في البث، بس مفادها ان اللي بيقيسوه هناك احنا بنقيسه هنا عادي. الادوات اللي بيستخدموها بيقيسوا بيها القصه، لا احنا فاقسينها كويس جدا من الاخر. بس ما علينا. عشان كده هذا الخفض خفض خادع كاذب، وهيلبس في الحيط الحاج جيروم باول. افتكروا الكلام بتاعي ده كويس جدا جدا. طيب ده في مصلحه مين؟ هتصدقوني؟ قربوا عليا كده، قرب. هيبقى في مصلحه الدول الناميه، في مصلحتنا. شفتوا بقى انا بتكلم في ايه؟ ليه؟ اسمع البث للاخر وهتعرف. حلو. كانت ايه يا باشا اول ما حصل؟ خلاص كده خدت فوزيه كده، بس معلش دقيقه واحده بس كده على جنب. هتكلم بسرعه كده سريعا بالمؤشرات وفقا للمؤشرات اللي حصلت عشان تعرفوا الدايره والكارثه اللي حصلت النهارده مع الحاج جيروم باول. اول حاجه يا باشا الدولار سقط من 101.245 نزل لغايه 100.665 735 لحد المستوى ده، يعني الدولار نزل. حاجه تانية حصلت، وزارات الخزانه انخفضت يا باشا، انخفضت وسمعت على عقود اجله 10 سنين، 10 سنين هتفضل منخفضه على نقطه اساس كام؟ انا بتكلم هنا دلوقتي مع المقتصدين، خدت فوزيه بالراحه تجيلي كده وتجيلي على جنب تاني. نقطه اساس كام؟ 3.8%. كارثه. ايه اللي حصل يا مولانا؟ الذهب ارتفع، اسمه رفع الخفض. عشان هدخل دلوقتي كمان شويه على الذهب. حلو. دفع مرتفع من كام؟ من النقطه العاديه. المفروض اصلا يا جماعه ان الذهب كان نازل، يعني بالخطاب ده، من غير الخطاب الذهب المفروض يلمس معايا عند 2443 دولار. يعني المحلي عندي هنا بالنسبه لمصر المفروض يعني ينزل من كام؟ من اقول 3000 مثلا 400 3400 3395 3385 3350 كان ينزل للمستوى ده. عشان كده احنا في مرحله اصلا تصحيح، وده مش كلامي، لان انا دلوقتي بتكلم دلوقتي مع الجماعه الاقتصاديين يفهموني. الذهب المفروض كان يصحح عند 2423، مش هقول اكتر من كده، لان الجانب الفني وصل لذروه الارتفاعات بتاعته في اللي انا قلتها قبل كده. والرد على خالتي فوزيه، المنشور بتاع رد على خالتي فوزيه كان بيلعب ما بين نقطه 2526 2005. لو كسر النقطه بتاعت 2526 كان ممكن يمرر معايا ال 200. قلت كده بنفس اللفظ، قلت يوصل لغايه 2530 2533، وصل للنقطه دي ورجع وارتد تاني بسرعه. وده كان واضح جدا على مؤشر الماك. الناس بتوع التحليل الفني يفهموا كويس جدا الكلام بتاع ده كويس. اذا لما وصل لغايه 2526 كانت دي منطقه انعكاس. عارف ومتاكد مليون في المية اي بني ادم في التحليل الفني يعرف ان دي نقطه انعكاس، ونقطه انعكاس كانت قويه ان تنزل فيها الذهب لتحت. ونموذج الهارمونيك، عارف اللي الناس اللي شغاله على نماذج الهارمونيك عارف الكلام ده هو كويس، عارفه انا بتكلم في ايه تحديدا. يبقى اذا المفروض الذهب يصحى عند 2423
ده المفروض يصحح عنده كده، ما فيهاش كلام، يبقى ينزل معايا المحل يسمع معايا على طول 2385 2375 و اسف 3375 3385. يبقى في الدايره دي يبقى بيلعب في الملعب ده 3350 في القصص دي. اذا الحاج جرجم اتكلم برفع الخفض. خد معايا الذهب بسرعه كده على طول على الاقتصاديين عشان ارجع تاني. خد فوزيه. العقود الاجله ارتفعت يا فندم بنسبه 1% بالنسبه للذهب 2543. خلي بالكم في الكلام اللي بقوله ده 2543. ممكن تطلع 2660. خلي بالكم ده في حاله ايه؟ ده في اقصى حاجه واقصى ظروف بتكلم فيها، ان الذهب العالمي ممكن يطلع لغايه 2600 2660 اقصى حاجه. لان العقود الاجله النهارده كانت مسمعه 2543. العقود الاجله. العقود الفوريه زي ما احنا بنلعب فيها دلوقتي 2507 2505. بتلعب في نقطه مقاومه فين؟ 2505 2515 2517 وترجع تاني. ليه؟ عشان احدد دلوقتي نقاط المقاومه ونقاط الدعم. الكلام ده انا هقول برضو الخلاصه بتاعت خالد فوزيه. حاضر خالد فوزيه، معلش عشان الجماعه الاقتصاديين اللي هيطلعوا في التلفزيون واللي هيتصرحوا واللي هيتكلموا متابعينا، بس معلش عشان خاطري. طيب ايه اللي حصل تاني؟ الاصول الخضراء ارتفعت. الاصول الخضراء بعد لما اتكلم البيتكوين ارتفع من 61900 دولار ارتفع ل 62000 دولار. ارتفع. يعني معنى كده ايه؟ ده بيديني انديكيتور يديهولي يقول لي والله خلي بال حضرتك ان مع الخفض 25% في قلق هيحصل، في مشكله هتحصل. ايه هي بقى السياسه اللي هو هيتبعها؟ هقول لحضراتكم. طيب البيتكوين طلع، عندك مؤشر الستاندرد اند يوزر 500 طلع حضرتك بنسبه 1. الناسداك طلع بنسبه 1.4. اسهم التكنولوجيا طلعت. اسهم التكنولوجيا طلعت يا معلم. ده يديك ايه؟ ان ده الراجل ده كده لعب بالنار، لعب بالنار بجد. لان الحاجه اللي بتيجي بلوي الدراع مع السلامه. طيب الخفض اللي هيناوي هو يعمله ده او اللي قال عليه ده حان وقت الخفض، حان الان وقت الخفض. هيعمله امتى؟ ما اعلنش. طب عدد مرات الخفض كام يا عم الحاج جروم باول؟ ما قالش. طيب امتى؟ ما حصلش. بس هو هيعتمد على البيانات الشهريه اللي جايه. طيب اللي انا عايز اوصله ايه بقى؟ ان يا فندم المشكله كلها مش في مشكله الخفض، المشكله كلها في المؤشرات الشهريه اللي جايه. المؤشرات الشهريه دي اضعفت الدولار. ما هو صرح الدولار نزل، لما نزل سمع معايا في حاجات تانية. طب لما طلع معايا في حاجات تانية هتأثر على المؤشرات اللي جايه. فهل ممكن يرجع الحاج جروم باول في كلامه من هذا الاتجاه؟ ما اعرفش. طب ده يتوقف على ايه؟ اسمع بقى اللي جاي. اول حاجه يا فندم اللي ينطبق على هذا الكلام، عندك مؤشر تسريح العماله اللي جاي. ده اول مؤشر. عند حضرتك حالات تسريح حماله هنشوف نسبتها كام. تباطؤ وتيره التوظيف، المؤشر ده خطير. التضخم الشهري اخطر. مؤشر المبيعات هنشوف. مؤشر المشتريات هنشوف. طب ده بيقودنا لايه يا معلم؟ بيقودنا لركود مؤكد. فين؟
عنده. مش عارف يعني هي هو انا قلت كلمه كده يعني كده، هيجي عنده ركود، والركود ده هيعلنه هو من البنك المركزي، الملك الفيدرالي. ليه؟ طب ما تقول لي ليه؟ انت في عندك حاجه يا ابويا ماسكها؟ اه يا فندم. هل حضرتك، انا بسال حضرتك اسئله تطرح نفسها بعد اذن حضرتك، هل هيأثر جدر القرود على المشهد؟ حط دي اكتبها كده على جنب عند حضرتك في النوتة. هل استمرار اطلاق النار على مستوى الكوكب هيتوقف؟ اكتبها على جنب. هل الحروب الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية اللي موجودة بين عشيات وضحاها هتقف؟ اكتبها على جنب. اذا كل ده لو اتلاشى، كل ده لو خلص، كل ده لو راح، اسمع يا جمهور فكر اقتصادي، ايه اللي يحصل عندما تتلاشى المخاوف من صعد التوترات الجيوسياسية، وتخلص التوترات الجيوسياسية، ويتلاشي مؤشرات المخاوف من حدوث تضخم ركود اقتصادي مؤكد. ده بيعطي ايه حضرتك؟ شوف عشان تعرفوا هو لابس ازاي في الحيط. ده بيعزز الاصول الخطره، اللي هو او الاصول الاكثر خطوره، او الاصول الخطره اللي انا قلتها. الناس هتسيب الدولار. خد بقى التقيله اللي جايه دي بقى، بص بقى اللي جايه دي بقى. الناس هتسيب الدولار والذهب يا معلم في الركود، وده اللي بيفسر على مراحل 3 مرات خفض قبل كده. ايه اللي حصل بعد مراحل الخفض؟ حصل ركود. فالركود بيفسر فيه العلاقه مؤكده ان في علاقه عكسيه، اسف، ان طالما في ركود الذهب ينزل. ليه؟ عشان الناس بتجري على الاصول اللي هي الاصول الخطره. من بقى ايه هي الاصول الخطره يا خالتي فوزيه؟ زي العملات والبيتكوين والعملات المشفره. وتقول لك يا عم سيبك يا عم، الدهب ده مش هياكلنا عيش دلوقتي. عشان كده في فتره الركود الدهب بيقفش، بيمسك. لما بيخفض سعر الفايده يا خالتي فوزيه بيضخ السيوله في السوق، بيعمل توازن في السوق، فبيميل التفضيل بالنسبه للي ماسك الفلوس ان يجري على الاصول ذات المخاطر العاليه زي البيتكوين يا خالتي فوزيه، زي الاسهم المطلقه، زي الاسهم غير التقليديه، زي الاسهم التقليديه اللي انا قلتها في الاول. لان الدنيا واقفه. لما بيرفع سعر الفايده يا خالتي فوزيه بيسحب الفلوس اللي موجوده في السوق، فالناس تجري على الذهب. ليه؟ عشان في مخاطر وقلق اقتصادي موجود. بل حضرتك ده ردا الكلام اللي بقوله ده انت هتلاقوه يعني هيبقى في خلال الاسبوع ده متداول بالنسبه للقصه اللي احنا بنتكلم فيها. اذا التلطيش هيبدا في الحاج جيروم باول من حاجتين. ركزوا معايا عشان تعرفوا احنا مصلحتنا ايه كدول ناميه. الاقتصاديين والسياسيين والناس اللي بيتابعوني يا ريت بعد اذن حضراتكم تعرفوا بقى شكل وملامح التلطيش اللي هيجي الحاج جيروم باول وامريكا هيجي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. البي لازم يطبع. 2 خفض يبقى لازم يسمع في دولة تانية في الأدنى أو الأقصى. وده اللي بدأنا نسمع عنه بنبرة إن البنك الياباني هيخفض هيرفع سعر الفايدة. معنى إن في بنك هيرفع سعر الفايدة مع إن في توجه نحو الأصول ذات المخاطر العالية والأموال الساخنة تبدأ تتحرك، يبقى الفلوس دي هتطير من عندك تجري على اليابان. تجري على اليابان.
فكده في فلوس هتهرب من امريكا تطلع على البركان. واللي يقول لك اصل بص في بوستات كانت منتشره يقول لك ايه اصلا في ده اتفاق ما بين امريكا واحتمال ان هم ما بين امريكا واليابان اصلا الموضوع ده مرتبط. ما فيش بنك يا حبيب قلبي بيبيع البطيخ بتاعه والسمك بتاعه، ما فيش الكلام ده. انزل بس من الكلام ده عشان اقرا كويس وافهم كويس اقتصاديات الدول بتتقام ازاي، عشان ما فيش حد يعني اسف الحدايه كذا، ما فيش الكلام ده. فالبنك الياباني الله يهنيه ده لو رفع سعر الفايده اللي متوقع انه ممكن يرفعه في سبتمبر ان ما تعرضش لضغوط من امريكا ان ما يرفعش، لا هتتحول من عنده الفلوس من امريكا يا باشا هتروح له هناك. في حاجه تاني ممكن هتهرب ليها الفلوس، الجنيه الاسترليني. الجنيه الاسترليني هيرتفع قيمته، هتطلع القيمه الدولاريه. طيب ده بيسمع فين اللي انا بقوله ده؟ شوف انا بتكلم في حاجتين جايين تلطيش كده، جايين بيسمع فين؟ كل عملات الدول الناميه لازم ترفع. يعني احنا ممكن، انا بديك بس مثال صغير، يعني انت ممكن تلاقي على الحد الجاي ده اللي هو انا النهارده بتكلم بتاريخ وليكن مثلا النهارده مثلا 23 اغسطس، ممكن على 25 اغسطس تلاقي ان الجنيه مثلا الدولار مثلا في البنك نزل 48 50 مثلا، يعني في تاثير في اثر 48 60 مثلا، فالدولار قيمته بتنخفض في كل الدول اللي موجوده على مستوى العالم. ده مش كلام يعني، ده مش بمزاج، ده اللي هيحصل، ده اللي بيحصل. حتى احنا عندنا هنا في السوق السوداء بالنسبه لمصر الدولار بتاعها خفض من 5 و10 نزل 50، كان من 50 و10 قروش نزل 50 النهارده. والبنك المفروض اللي كان 48 حاجه و90 نزل بقى 48 حاجه و70 79 وفي ال 80 ماشي يقولوا القصه دي. دولار الصاغه نزل من 50 ل 49 و2. فده خير، يعني انا بقول ده بالنسبه للدول الناميه. سريعا بالنسبه للناس المهتمه بالتداول العالمي بسرعه عشان ادخل في التوقعات بسرعه. فالخلاصه يا جماعه ان في ركود مؤكد بنسبه معقوله والله تعالى اعلى واعلم هيحصل بعد عمليه الخفض. طيب هيخفض امتى؟ لسه لما نشوف المؤشرات بتاعه القصه دي، بس انا بقول بدايه الخفض الجاي مش اقل عن 25 نقطه اساس. تمام؟ مش اقل عن 25 نقطه اساس ل 50، لان انا عند يعني يعني كرأي شخصي مش هيعرف يتخطى ال 75 نقطه اساس لغايه نهايه السنه دي. يعني ممكن يجدولهم، ممكن ياخد 2 خفض هياخد 50 25 نقطه اساس، 50 نقطة أساس 25، وممكن يبدأ 25 25 25، وممكن يبدأ 50 25 وشكرا على كده. يعني بس الموضوع مش هيخرج بره ال 75 نقطة أساس. يعني معنى كده إن هيسعر الخفض عند كام يا دكتور أحمد؟ الله تعالى أعلى وأعلم، ولكن من رأيي الشخصي إن ممكن هيسعر الخفض عند 3%، ما بين 2 ل 3%. طب 3% دي هي اللي بيحصل فيها دلوقتي، ان كل الاسواق العالميه اللي على مستوى العالم بتسعر السلع والخدمات بتاعتها على اساس النسبه اللي انا بقولها دي. طب لو زادت النسبه اللي انا بقولها دي اللي يحصل دهيتين وكارثتين وكارثه ركود. يعني لو طلعت زياده عن الاثنين لغايه 3 لازم، فانا الركود بتاعي يلعب من الاثنين 75 ل 3. دي الكلام اللي انا بقوله ده يعني والله تعالى اعلى واعلم، وهو عنده علم الغيب، لكن ده احنا بالحسابات اللي هو لو الدنيا هتبقى مستقره، مفيش مؤشرات تلعب في الزنبلك بتاع القصه، مفيش اي حاجه تاثر على المشهد، مفيش اي حاجه تغير القصه، يبقى القصه دي تبقى ماشيه. طيب التوقعات اللي احنا بنتكلم فيها ان كده الين الياباني كده طبعا قيمته الله يسهل لهم. الوضع في مصر طبعا الوضع الحالي احنا في دولار دلوقتي 48 78،
الضلمه 50 من 50 و10 نزل 50، الصاغه من 49 و3 قروش 4 قروش بتلعب في الملعب ده. اذا الذهب مش هيطلع بره الملعب. الذهب المحلي ده المفروض وفقا لآلية الخفض اللي موجوده دلوقتي، اتكلم دلوقتي التاريخ 23 اغسطس عشان لسه في، بس عشان الناس لما تيجي تبص بعد كده القصه دي. يبقى اذا المحلي لو هيطلع مع دايره الطلوع اللي ممكن تيجي ممكن يوصل لغايه 3500، ده اقصى. مع دايره الخفض 3350 3300. ده لو الملعب مشي وفقا للسيستم، يعني الدنيا مستقره تمام. يعني تبقى الدنيا كده. طيب بسرعه بقى سريعا عشان تعرفوا ايه الانعكاسات يا جماعه، عشان احنا بنتكلم دلوقتي في الشهر دوت اللي احنا هنلعب فيه في دايره الاسبوع اللي جاي، ولسه في القصه دي. بالارقام دي اكتبوها وايدوها، عشان يا جماعه الارقام دي هي دي هتبقى نقط المقاومه اللي بتنعكس على المحلي والاداء ايه العالمي. نتوقع والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان مستويات الدعم هتاخد معانا عند من اول 2409 من 2493 2486 2486 2470 2464 2443. دي مستويات الدعم. هيلعب في النقطة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي النقطة الأسبوعية اللي احنا بنتكلم فيها، النقطة المحورية بتاعتنا ما بين اللي هو الخط الفاصل ما بين 2505 ل 2515 فوق، ما بين 2505 لغاية 2497 تحت. إذا كسر النقطة اللي تحت دي يبقى حضرتك هياخد مستويات الدعم اللي أنا قلتها، ال 2493 2486 2470 2463. أدنى إن ممكن يوصل لغاية 2443 ويعمل ارتداد، أو لو ما كسرهاش، لو كسرها ممكن يسقط مني الذهب، ودي هتبقى هو ده السقوط الاعظم اللي جاي في الركود. لسه هيجي في وقته وفي التحليل بتاعه وفي الشهر بتاعه هقوله، بس لازم يتقاس كويس ولازم يتعرف كويس ان شاء الله عشان نعرف نتكلم فيه. اما بالنسبه لمستويات المقاومه هيطلع معايا لو كسر نقطه ال 2015 2016 من باكر، اسف، من التداول القادم، يبقى يطلع معايا 2520 2546 2532 2543 اب 2550 2660. ودي اقصى نقطه نتوقعها في حاله الخفض. ده الدولار، بتكلم بالدولار، عشان انا لما قلت في البث اللي فات بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمت بالارقام، الارقام بتطلع على الشاشه زي ما هي، حس ان الذهب ماشي معايا. ده بتوفيق من ربنا سبحانه، وهذا لا شطاره مني ولا اي حاجه خالص، والله العظيم ده توفيق الملك العزيز الجبار. الحمد لله رب العالمين. فاذا اللي انا قلتها، المستويات اللي انا قلتها دي اكتبها عندك كويس جدا. تسعير خفض الفايده، اتوقع ان الخفض هيبقى ما بين 2 ل 3%. الاسواق هتبدا تسعر الفايده من بكره، هيكون التسعير مبالغ فيه، فهيلبس في الحيط حضرتك، لان الهبوط ده المفروض ان هو بيدفع الاقتصاد نحو الهبوط الحاد، وده بياخد معانا بعد كده الامور تنزل تهدى 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 لحد ما يجي الهبوط الناعم. بعد كده يبدا ندخل في مرحله الانتعاش او الرواج، بعد كده الانتعاش اللي انا قلتها في البث اللي فات. اذا اتوقع ان في 3 مراحل خفض او مرتين خفض، بس التوتال بتاعهم 75% نقطه اساس حتى اخر 2024. خد بالك من بال حضراتكم. حلو. بنهي الذهب المحلي اخره ايه وقصته ايه قلتها. بالنسبه للدولار
الدولار مع المطحنه اللي بتحصل دي قيمته بتقل في الدول الناميه. قيمته بتقل في الدول الناميه. كلامي انا على يا جماعه، انا الارقام دي اللي انا قلتها دي مستويات الدعم والمقاومه والمستويات اللي موجوده دي بالدولار، ده وفقا للأنثى العالميه. لما الأنثى العالميه بيطلع معاها المحلي، لما بينخفض معاها المحلي. في نقاط الدعم اللي انا قلتها ان لما بينزل عندها، لما تنزل لادنى نقطه ممكن توصل معايا المحلي 2000 اللي هي 3 عيار 21 يوصل معايا ل 3300 3350. ده لما ينزل لادنى نقطه 3350. في حاله بقى الرفع يوصل معايا، لو وصل معايا لغايه 2550 2660 دولار، يبقى المحل يطلع معاه لغايه 2000 3500 3550 في هذا الاتجاه. يبقى ده بينعكس. عشان كده انا دايما بقول ليه بحلل العالمي. طيب الخلاصه عشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده، بالنسبه للذهب، الذهب لما يجي الركود بينزل، الذهب بينخفض بس مش بالدرجه الكبيره وفقا للي احنا فيه دلوقتي. لو دخلت فلوس لمصر تانية نتيجه لاي منطقه تانية زي راس الحكمه، يبقى الذهب المفروض ينزل والدولار ينزل. شوفوا انا بتكلم كلام استباقي اهو. حلو. يبقى اذا العوامل اللي انا باخدها كقرار ذهب منتميه لقرارات. طيب انا يا دكتور احمد اشتريت، اعمل ايه؟ اشتريت يا فندم، ده احنا بنقول لك حضرتك ثبت على كده لمده سنه. ليه؟ لان دايره الركود دي ما بتطولش، 4 شهور 5 شهور 3 6 حسب القوه بتاعتها. بيبدا بعد منها يا دكتور احمد الذهب يطلع تاني، ياخد مستوى صعودي تاني. فالموضوع الذهب ده بيبقى حاجه كده اللي انا بحطها عشان انا اخد بيها حاجه تانية قدام. وعشان كده دايما بقول الذهب خليه تستفيد بيه في فتره تبدا ان انت تستغله في تسييل شيء له قيمه، مش تروح تسيل النهارده وتبيع بكره في ظل المطحنه. وبحذر بقول اهو لحضراتكم، غلط ان انا اروح ابيع وهو بينزل نزول سريع، او اشتري وهو طالع طلوع سريع. ده غلط. الناس بقى بالنسبه للعربيات يا جماعه بعد اذن حضراتكم، يعني بالنسبه للسيارات، اولا تسلا النهارده سمعت ايجابي والدنيا ماشيه معاها زي الفل. طب لما يدخل في الركود في الركود اللي جاي، سعر العربيات اوتوماتيك لازم يقفش، لازم يمسك، يثبت ان في ركود. طيب في عندك في مصر في مصانع دلوقتي، دي الفرص بالنسبه للدول الناميه. بالنسبه لمصر في مصانع دلوقتي خلاص بتتبني وهتبدا تنتج منها نسيان ومنها الناس اللي هي الاخبار اللي منتشره دي. حلو. في دفعات مركونه في المينا لسه ما طلعتش. حلو. في حجوزات موجوده. طيب كل المعروض من العربيات اللي جاي ده في 2025 هتوصل لي العربيه مثلا يا فندم بعد اذن حضرتك ل 7 مليون مثلا. يعني انت المعروض اللي عندك الكتير دوت هترفع عليه اوفر برايس في مرحله اصلا الاوفر برايس مقتول فيها. فانا بنصح الجماعه بتوع العربيات ما تافورهاش واطلع من الدايره عشان حضرتك ما تخبطش في ازمه الخروج من خفض سعر الفايده اللي حصل من الازمه اللي فاتت بالظبط. الناس فجأة حصل دروب، لقينا ان الناس بقت عارفين عملوا ايه؟ بدأوا ينزلوا العربيات. يا راجل يا طيب، ده يا راجل ده احنا كنا نفتح الابليكيشن، كنا نفتح التليفون نلاقي 50 60 الف اعلان. الناس بتتصل عليك من الشركات تقول لك
خد عربيه بالتقسيط وعليها ازازتين هديه. مش حصل يا جماعه ان نزلت؟ ده قربوا كانوا ينزلوها في البخت، التخفيضات اللي هي القصص بقى بتاعت خفض سعر الفايده بالنسبه للعربيات والكلام ده والقصص دي. فاخوانا يعني راعوا بس الحته دي. انا بس من اخ انا ماليش مصلحه في موضوع العربيات، عايزه ترفع، عايزين تنزلوها نزلوها براحتكم، بس انا بقول انا حرصا مني على المواطن اللي عايز يشوف حاجه، وحرصا مني عليك انت عشان ما تجيش بعد كده تغني ايه ظلموني. العقارات يا فندم، قولا واحدا ارجوك يا فندم، ارجوك وانت رايح تشتري عقار لقيته مقسط بعقود اجله منتميه لفايده مرتفعه، خد فرامل. واضحه يعني. تاني، لقيت ان ما اروحش اجازف حضرتك بالفلوس بتاعتي في فايده مرتفعه. انا بتكلم ده الكلام اللي يمليه عليا ربنا ان شاء الله، والا هتعرض له خلاص كده. يعني القصه دي انا بقولها كده، ده حرصا مني على الناس. انا شايف مطورين مسمنين على اسعار فايده مرتفعه. طب ما انت النهارده بكره الصبح في التسعير على الخفض، في تسعير بكره الصبح على مستوى الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده على الخفض، على خفض سعر الفايده 3%. انت هتعمل ايه؟ ركود عقاري، ويخش بعد كده في ازمه الرهانات العقاريه، بياخد هو حضرتك عند قصص انا قلتها وشرحتها قبل كده في القصص. لقيت شقه محترمه صاحبها عايز يتنازل عنها، نظير ان عنده ازمه، عنده وانت مغمض اشتريها. معاك فلوس كاش اشتري كاش، معاك فلوس كاش اشتري كاش، بس تكون الشقه على ناصيه كويسه محترمه ليها مواصفات تتباع. ما تتباعش الكلام ده. خدعوك فقالوا ان العقارات استثمار. العقار مش استثمار، العقار استثمار بالنسبه للمطور، العقار استثمار بالنسبه للمقاول، العقار استثمار بالنسبه للمكتب الهندسي، العقار استثمار بالنسبه لشركات المقاوله، لكن مش استثمار لحضرتك كمواطن. يعني بتاخدها عشان انا احطها لابني. ليه؟ تعالى كده على طول سريعا. حضرتك اقصى انت هتشتري دلوقتي، بس هتشتري عند كام؟ هفترض ان انت اشتريت كاش، هتشتري كاش عند كام؟ انا بقول كده بالنسبه كمان للمدن، يعني لا في اي حته، في شبرا، في اسيوط، في الحته اللي هي ايه الشعبيه، على ناصيه مثلا تاخدها بكام؟ ب 2 مليون، 3 مليون، 3 مليون. حضرتك هتأجر على كام؟ هتأجر في الشهر اقصى حاجه هتأجرها كام؟ 10000 جنيه. طيب 100000 جنيه حضرتك في السنه، يبقى انت حضرتك فتره الاسترداد بتاعتك على 8 سنين. يعني انت حضرتك الفلوس بتاعتك دي مش استثمار، ده انت هتستردها عند قيمه مستقبليه للجنيه. لو ضربتها في معامل القيمه المنخفضه هتديني ان انت خسران. فده كده بالنسبه لي مش استثمار، لكن انا كسبانها بالختم كده ان دي حاجه ليا ولولادي، مأوى سكني. لكن ما حدش يضحك عليك ويقول لك روح اشتري الشقه دي عشان تأجرها وتجيلك فلوس والفلوس جايه لك. لا يا فندم، ده انا كانت معايا فلوس ورحت حطيتها في شقه وعمال باخد من فلوسي على مدار 8 سنين او 9 سنين. الكلام اللي انا بقوله ده كلام في غايه الاهميه، تحاسب عليه قدام ربنا، لان انا بنصح الناس في الخير. طيب بالنسبه ل كده خلاص، الدولار المفروض كده في الدول الناميه كلها على مستوى العالم كله، في الدول كلها على مستوى العالم قيمته المفروض تنزل تقل، لان هيتسعر على العقود الاجله على مدار 10 سنين، اللي هي زونات الخزانه عندهم مسعره كده على 10 سنين، فقيمه الدولار لازم تنزل. هيعمل ايه؟ يعمل معالجات بقى، يبدا يعمل بقى يطبع ويعمل حاجات كتير عشان ايه؟ يشجع عشان الدنيا بتاعته تشتغل. خلاص
خلاص كده؟ طيب ده كل ده في دايرة خفض سعر الفايدة بالسيناريوهات بتاعته، بالقصة بتاعته، ما لم تتبدل القرارات والأحداث وتغير المؤشرات الشهرية والأسبوعية واليومية. لأن من ضمن العوامل اللي بتأثر على المشهد الاقتصادي كله شوية المؤشرات اللي أنا بنشرها واللي بقولها دي إيه هي وعلاقتها إيه بالمشهد الاقتصادي، زي مؤشر المشتريات، مؤشر المبيعات، التضخم، العمالة، التوظيف، ده حتى العمال بتوع المناجم ليهم مؤشر. دول لو اتقمصوا عمال المناجم ينزل الذهب، يرفع الذهب، يرفع، لأنه وقفوا فالإنتاج اتجمد فالمعروض قليل فيرفع. شوف انا بجيب لك ايه، حته مؤشر بس كده. يعني بكره عمال المناجم دول لو طلعوا بكره الصبح وقالوا احنا مش رايحين بكره نشتغل في المانجا، اتقمص واحد عندهم الراجل الكباره بتاعهم اتوفى، رايحين يحضروا الجنازه، وقال لك يا عم احنا رايحين نحضر الجنازه كده رايحين هننتخ. فده يسمع في مقياس هذا المؤشر ان في انخفاض بالنسبه لمؤشر عماله المناجم. فروح ضارب فين يا باشا؟ يضرب على طول، يرفع ذهب. انا بس بديك حاجه قد عين النمنم، ملهاش اي علاقه بسندوتش الفول اللي موجود في الشارع. اذا ما لم تتبدل الاحداث، وقف الدنيا، الضرب اللي حصل ده والدنيا دي وقفت وهديت وحصل هدوء في الدنيا اللي موجوده، الدنيا عندهم هتمشي، الركود هيمر مرور الكرام، يسرع في مده الركود، ننتقل بعد كده لمرحله الرواج، تبدا بقى الناس تسحب بموجب خفض سعر الفايده دوت، تبدا تقترض من البنوك عندهم هناك، يبدا يشغل شركات، تبدا عماله من اللي مركونه بره تبدا تدخل، تبدا الدنيا عنده تشتغل. خلاص؟ بالنسبه للناس اللي بتقول في تعويم ولا مفيش، بص يا فندم، عايز اقول لحضرتك على حاجه. طالما ان البنك اي بنك في الدنيا، ركز بس عشان محدش يضحك عليك بس في الحته دي، يعني محدش يقعد يالف لك ويقعد يتكلم لك في القصه. طالما خد فكره التحرير، فكره رفع القيد، فكره ان يعمل انسيابيه للعرض والطلب ما بين الدولار وما بين العمله، اعرف ان في مراحل كتيرة جدا ممكن تيجي لان العملية دي تتكرر تاني، وان ممكن يحصل تعويم تاني، وان ممكن يحصل الكلام ده. بس القرار بتاع عند مين؟ القرار بتاع عند البنك المركزي. لو اعلن عنه انا هعلن حضرتك على الصفحة. لو هتاخدوا النغمة ان التعويم جاي والحق واجري وحد يشتغلكم، انتوا كنتوا شفتوا منظر التعويم لما بيجي عامل ازاي؟ يعني ما فيهوش مصالح. فبلاش الدايره دي، وما تقعدوش كل شويه تقولوا تعويم، خلوا الدنيا تمشي، الله يبارك لكم. وبلاش تقعدوا تسمعوا لي اللي قاعد لي على 24 ساعه، في 24 ساعه لا عنده لا شغل ولا مشغله ولا راجل حتى يمتلك انا مش هتكلم على اي حد، انا بتكلم عن نفسي. انا ما ينفعش ابقى قاعد 24 ساعه على الانترنت عمال اتكلم في الاقتصاد، ما ينفعش هذا الا ان انا راجل مش بتاع اقتصاد، راجل استشاري للشركات، راجل استشاري لكذا، راجل بدرس في ابحاث، راجل بحلل الاسواق، عندي حاجات ارتباطات شخصيه، حاجات كده. يبقى اذا انا راجل لما اطلع افيد المجتمع بفيده عن خبرات، ما اطلعش انا 24 ساعه البث المباشر واقعد افتي وفي الاخر بيطلع كلامي غلط، ما ينفعش. في النهايه كل ما قلته قد يحتمل الصواب والخطأ، والله تعالى أعلى وأعلم وهو علام الغيوب. وإن كان هذا فهو توفيق من الله الواحد الأحد، وإن كان هناك نسيان أو خذلان فهو من الذنوب. أسأل الله العظيم أن يغفر لي ذنوبي ويعلمنا ويزدنا علما. اللهم زدني وزد كل من تابعني، وكل من نشر، وكل من شير، وكل من تعلم،
وكل من أراد أن يتعلم. اللهم زده علما، اللهم زده علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. هذا من فيض الرحمن سبحانه وتعالى. في النهاية ما تحطش فلوسك كلها حضرتك في سلة واحدة، نوع استثماراتك. اعرف انك لو دخلت في الانتاج، فالانتاج هو الحل. كل ما يكون عندك فلوس متجددة وفي موارد متجددة، ده هيبقى افضل استثمار بالنسبة لك. حضرتك ما تعتمدش ان الدخل بتاعك جاي تروح واخده، تروح يقول لك ايه، هات المرتب بتاعك روحي اشتري بيه الذهب، بدون دخل جديد يولد على الدخل اللي موجود. ده حضرتك مش ادخار حر. الادخار الحر ان يبقى عندك فلوس، تجيب فلوس يا امي ومن المكاسب تحط فيها في الذهب، يبقى عندك ذهب، مش من الدخل المجمد. دي فكره برضو تانية عشان تبقوا انتوا حضرتك. فاذا الانتاج هو الحل، والله على ما اقول شهيد. ابعدوا ولادكم عن التيك توك، ابعدوا ولادكم يا جماعه عن الكلام الفاضي، علموهم القيم، المبادئ. هكذا يكون العلم وهكذا تكون التربيه. وجزانا الله واياكم. وفي النهايه انا اسف جدا جدا على الاطاله، واذا كانت خالة فوزيه زعلانه مني ان انا ما اتكلمتش ببساطه زي كل مره، لكن الكلام مهم جدا وهيبقى فيه توضيح ما بين السطور، وفي البوستات هيوضح اكتر. فانا اسف جدا 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 لخالة فوزيه، كل الناس اللي بتتابعني. ان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير اللايف جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.